بيصرخوا جوه عقلي وبيحكوا لي حكايات مخيفة، والمشكلة إن محدش مصدق إنهم موجودين، لأن أنا بسلي بسمعهم، علشان كده بيقولوا عني مجنونة. من فترة طويلة وأنا حاسه بيهم، أصواتهم، حركاتهم، وبعرف إنهم قريبين مني لما بحس إن الجو صهد. كل ده ما كانش حد بيلاحظ رد فعلي عليه، إلا رد فعلي في حالة لما بكلموني، وده بسبب إني بقيت أرد عليهم بصوت مسموع، لأني لما برد عليهم في عقلي بيقولوا لي: علي صوتك، إحنا مش سامعين يا نارمين. في البداية حاولت أتجاهل الرد عليهم، بس لما بدأت أتجاهلهم بدأوا يجبروني على الرد. الصداع كان بيزيد في دماغي وما كنش برتاح غير لما أرد عليهم بصوت مسموع، وبعدها بطلب منهم يبعدوا عني. كل اللي حواليا بقوا مستغربين أنا بكل مين، وبيسألوني مين دول اللي بطلب منهم إنهم يبعدوا. شرط سفلية يا نارمين، بتحسي بإيه تاني؟ شرط سفلية مبارح بالليل الحكاية بدأت تتطور معايا. شرط سفلية تقصدي إيه؟ شرط سفلية كنت ماشية في الصالة، وفجأة سمعت صوت منهم بيصرخ جوه دماغي، كان بيعنفني وبيقول لي: اللي بتعمليه ده انتهاك لحرمة الأموات. جسمي أتلبش وما بقتش مستوعبة اللي بسمعه، وبعدها حصلت حاجة غريبة. كل ما أنقل رجلي في مكان أسمع صوت صرخة مختلفة. حسيت إن الأرض آلة عزف بعزف عليها برجلي، والموسيقى بتطلع في هيئة صرخات، وفجأة الأصوات كلها صرخت جواها عقلي: اللي بيقول ابعدي، واللي بيقول اخرجي من هنا، واللي بيقول الموت له حرمة. لقيت نفسي بهرب من البيت كله وبجري في الشارع، وأنا بصرخ وبقول ابعدوهم عني. شرط سفلية وحصل إيه تاني؟ شرط سفلية أبوية وأخويا خرجوا ورايا، ولما لقوا إن اللي بعمله ممكن يقلب بفضيحة قدام الناس جابوني المستشفى هنا، بيقولوا فترة لحد ما أتعالج، وبعدها هرجع تاني البيت. بس أنا مش تعبانة، أنا متأكدة إني مش مريضة، هما موجودين فعلا. شرط سفلية بسي يا نارمين، عايز تعتبري المستشفى هنا مكان للاستجمام، يعني اعتبري نفسك جاية فندق يومين، ولمن ترتاحي ترجعي البيت. شرط